الخير، يا رب يكون كل الجميع بخير. للناس يا دكتور اللي بتقول لي انا متابع نظام غذائي كويس، طيب انا امتى اعرف النظام الغذائي ده مناسب ليا ولا مش مناسب ليا؟ مبدئيا لو احنا مش احسن في كل حاجه يبقى النظام الغذائي ده مش مناسب ليك. بمعنى لو انا نشاطي قل يبقى ده مش مناسب ليك، لو انا طاقتي مش احسن حاجه يبقى ده مش مناسب، لو انا طول الوقت حاسس بخمول واجهاد عضلي يبقى مش مناسب ليك، لو انا طول الوقت شاعر بصداع يبقى مش مناسب ليك، لو انت بنوته ابتدت البريود تتاخر عليكي على الرغم ان هي كانت بتجيلك منتظمه يبقى ده مش مناسب ليك، لو حضرتك راجل والقدره الجنسيه بتاعتك قلت يبقى مش مناسب ليك، لو مش احسن حاجه في كل حاجه يبقى الدايت ده مش مناسب ليك. ووقتها لو انت متابع مع نفسك لازم تبتدي تتابع مع دكتور. طب لو متابعين مع دكتور لازم نقول للدكتور اول باول عشان الاعراض دي بتتشابه جدا مع نقص فيتامينات ومعادن معينه، فوقتها هو الدكتور هيكون عنده الخطه البديله، هيظبط البلان بتاعتك مع الفيتامينات والمعادن بتاعتك. وقتها هتشعر ان انت الموضوع مختلف عندك تماما. وهو ده الدايت، لازم تبقى احسن حاجه في كل حاجه، لازم ما يبقاش عندك قصور في اي شيء. وقت القصور يبقى تعرف ان انت عندك مشكله في البلان او في المعادن والفيتامينات بتاعتك، ودمتم اصحاء.